ورحت دخلت على القناه ما لقيتهاش. الله يا جماعه، قلت ايه ده مقلب جميل قوي. او مين اللي بيعمل فيلم المقلب ده يا جماعه؟ مش عايزه اعيط. قطعت التصوير بس عشان الموضوع قلب معايا بعياط. هو بس الموضوع اثر فيا جدا، مش بس علشان خاطر انا اتصدمت مثلا في ناس كتير كنت جنبها وما لقيتهاش جنبي. عارف يا لو كنت بتتكلم ايطالي كنت جرجرتك. انا كنت لازم انتقي المسلسلات اللي انا بتفرج عليها عشان بتقلب جد. زي دلوقتي من يومين بالظبط يا جماعه قاعده بتفرج على مسلسل معايا جردل الفشار قد كده، وعماله بقول ايه والله البت وينزداي ادمز دي صعبانه عليا، البت مسحوله يا حبيبتي. ما اعرفش ان انا هتنتظرني سحله من نوع اخر بعد دقائق معدوده. لقيت رسائل كتير جدا على البيج بتقول لي الاء هو انت بعتي القناه اتهكرت؟ الحقيقه القناه اتسرقت. الاء انت غيرتي المحتوى وانا نبيه ولا عليا؟ انا قاعده اتفرج على وينزداي ادمز وباكل فشار عادي. ثم قناه مين اللي تتسرق؟ ده انا مأمناها بقناه. ورحت دخلت على القناه ما لقيتهاش. الله يا جماعه، قلت ايه ده مقلب جميل قوي. او مين اللي بيعمل فيلم المقلب ده يا جماعه؟ اللي سرق الشانل وما كفاهوش، غير الباسورد بتاع الجيميل، الحرامي خد الايميل بتاع ادسنس، الفاسق غير الميل ورقم التليفون بتوعي الوحيدين اللي كنت مأمنه بيهم القناه لسنين، المتعجرف. بحاول ادخل على القناه من كل الطرق ما بتدخلش، كل حاجه مش موجوده. لا واللي بيجح كمان سارق فيديوهات من قنوات تانية ومنزلها على القناه بتاعتي عادي. الاسجربتات سديبير ده وصلته لايه؟ الجميل في الموضوع ان انا اتصدمت في اليوم ده 3 صدمات. الصدمه الاولى طبعا هي صدمه القناه، خلاص الموضوع ده خلص. الصدمه الثانيه نزلت ستوري عشان احصل على القليل من الدعم النفسي. يعني في صحاب كتير جدا ليا شافوا الستوري ان انا قناتي اتسرقت، وحتى ما ولا كانهم شافوا حاجه ولا حتى قالوا لي ازيك. هو في 4-5 منهم دخلوا كلموني بصراحه، بس انا اتفاجئت. الباقي ده فين؟ انا كنت معاهم في كل حاجه، فرح حزن ضحك لعب، فين؟ الصدمه الثالثه بقى مين اللي قدم لي الدعم النفسي؟ انتوا. انا لقيت كميه رسائل مبعوتالي يا جماعه من ناس انا ما اعرفهاش، داخلين طب هي عملت ايه، طب وصلت لايه، طب عرفينا. بصي انا بفهم في السوشيال ميديا وشغال فيها وكده، اي حاجه انا تحت امرك. ومتابعين معايا بشكل مش طبيعي. محمد خطيب ساعتها بيكلمني وبيتابع معايا وكده، ومحمد بصراحه ما سابنيش. محمد طبعا بعد ربنا اللي رجعها لي، بس انا عمري ما هنسى الدعم النفسي والمعلومات الرهيبه اللي انتوا فدتوني بيها على الدي ام، انا ما كنتش اعرفها. يا جماعه انتوا بجد يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. انتوا عملتوا معايا اللي ناس كتير قضيت معاها سنين من عمري ما عملوش. وشكرا لكل الدعم الحقيقي، حتى يوتيوبرز عمري ما شفتهم في حياتي بس انا بحبهم، بس زي الاء وذكري كده دخلت كلمتها ردت عليا، فمش عارفه اقول لكم ايه غير شكرا. بالنسبه للتعليقات السخيفه اللي انا مش هنساها برضو، واحد كاتب لي خلي خطيبك يرجعها لك. ان لما تلاقي حد في مشكله او في ابتلاء تأدب، لا بجد تأدب. مش عايزه اعيط. انا والله بصوا هو الموضوع اثر فيا جدا بوعي، بس هو الموضوع اثر فيا جدا. قطعت التصوير بس عشان الموضوع قلب معايا بعياط، مش بس علشان خاطر ده شغل سنين او علشان انا اتصدمت مثلا في ناس كتير كنت جنبها وما لقيتهاش جنبي. هو انا حسيت ان انت لما خدت مني القناه كحرامي، يعني خدت مني الحاجه الوحيده اللي انا اللي كان عندي امل ان هي تقعد لي بعد ما اموت صدقه جاريه وانا في قبري، بس علم ينتفع به. اللي وجع لي قلبي ان املي الوحيد في الجنه بعد ما اموت اتاخد مني، بس مفيش اي حاجه تانية وجعتني. عموما القناه رجعت وقدر ولطف. يا جماعه مش عايزه ابقى دراما كوين وكده، بس انا اتعلمت حاجه. يعني انا اتعلمت ان ماشي الاضاءه لاسعه قوي، ان كل حاجه وحشه ممكن تحصل لي مش صدفه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قصد ان هو يوجهني لحاجه معينه. مثلا صحيت من النوم لقيت الشاشه بتاع اللاب بتاعتي اتكسرت اتدشملت، ما كانش معايا فلوس ان انا اصلحها في الفتره دي، كنت مزنوقه ماديا جدا واستلفت وصلحتها.
وكنت زعلانه قوي لان انا مش عارفه السبب. بس بعد كده لما صلحت اتركبت لي شاشه ما شاء الله احسن 100,000 مره، ساعدتني في شغلي وفي ان انا بس اشوف الارقام والحروف على الشاشه والكلام ده احسن كتير، جودتها كان اعلى وربنا عوضني فلوس مكانها، قدرت ان انا ارد السلفه وقدرت ان انا اقف على رجلي من تاني. كل مره كان بيحصل لي حاجه كنت بتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى قصد ان هو يوجه لي رسالة. بس لما اتاخدت مني حاجة مهمة زي الشانل بتاعتي اللي عليها كمية علوم رهيبة في مجالات مختلفة، انا عرفت قيمة الشغل وقيمة العلم وقيمة كل حاجة، وبحمد ربنا على الابتلاء اللي هو حطني فيه وطلعني منه في ساعتها. مش علشان كشف لي ان انا ممكن ابقى لوحدي في اي لحظة وناس كتير ممكن اقف معاها ما الاقيهاش، لا، علشان خاطر عرفني قيمة الحاجة اللي في ايدي. مش عايزة اعيط عشان مش عايزة ابقى دراما كوين. قبل ما اقفل بقى حابه اخد حقي، اوجه رساله للحرامي السراق اللي خد مني الشانل، ومش انا اللي هتكلم خالص، انا هجيب لك اختي الاء اللي ترد عليك. بس عشان انت مش من مصر فاي ويل توك ويز يو بلغتك عشان يو اندرستاند مي، عشان اي نو يو واتش ذيس فيديو. اديله يا الاء فيديو هتشوف الفيديو ده هو، فحابه اقول لك محمد خطيبي هو الفادي لو تسمع عنه ريتيرن تو مي ذا شانل اند ريتيرن اول ذا فيديوز اللي انت مسحتها. and if you كنت في ايجيبت I can touch you and احبسك يالا يو بره ايجيبت اي هكتفي باني هدعي ماي انه ينتقم منك ومن امثالك. وحابه اقول لك انك لو فضلت تعمل الموضوع ده يا يويل هتتحرق اون ذا فاير في جهنم. ليه؟ because you are حرامي نصاب and son of the dog. فسبت لك الاء قدوتي. انت عارف يالا لو كنت بتتكلم ايطالي كنت جرجرتك. لو بعد كل الهيصه دي مش مشتركين في القناه فدي مشكله، هتلاقي اللينك بتاعها في اول كومنت، خش اشترك فيها وادعم المحتوى الهادف، واستنوني فيديوهات جايه كتير هتكسر الدنيا. تشاو والسلام عليكم.